نجاح تجربه حبيبي. نجاح تجربه امام عاشور حفزك شويه، وكنت بتتابع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ولا لا؟ طبعا انا بتابع الدوري المصري من اليوم اللي مشيت، لسه بتابع مبارياته كلها صراحه. بس انا ماليش دخل في الحاجات اللي بيعملها امام بره الملعب. انا امام حبيبي. ايوه لاعب كبير. لاعب كبير حبيبي. لا، امام بره الملعب جميل، ما فيهوش مشاكل يعني، انت عارف طبعا. مش قلقان؟ ده من اللعيبه اللي كان بيطمن عليا وبيبعت لي رسائل بيقول لي انت زي النادي ولا لسه. والله بس انا ما كنتش بقول له حاجه عشان كنت بخليها يعني مفاجاه. مفاجاه يعني. تحسبا للظروف طبعا. طبعا. أشرف، تتمتع بجماهيرية كبيرة جدا لدى جمهور نادي الزمالك، 3 سنوات كنت النجم الأول للفريق أو أحد أهم نجوم الفريق، والآن في النادي الأهلي. حاسس بقلق، حاسس بأي نوع من أنواع التوتر ولا شيء؟ يعني إيه قلق يعني؟ لا يعني جمهور يهاجمك، جمهور ينتقدك، جمهور يبقى زعلان منك ولا حاجة؟ لا بالعكس انا صراحه يعني اليوم اللي جيت فيه لمصر قابلت يعني كثير ناس زملكاويه ولسه بيحبوني. ودايما انا طبعا ابادلهم الحب وهم عارفين من كل قلبي يعني. انا دايما مش هنسى يعني الايام اللي عديت معاهم صراحه. نعم. ويعني وده شرف لي كمان انني لعبت في هذا النادي. نعم. وحبهم دايما هيبقى يعني دائم يعني، رغم انهم يعملوا اي حاجه يعملوها لي انا ابقى اشكرهم لحد اخر حياتي. وده علم الاحتراف يا اشرف. طبعا. نعم. راضي بنسبه قد ايه عن قرارك؟ لا، 1,000,000%. 1,000,000%.